ايه اللي المفروض تعمله لما تعرف ان انت او تكتشف ان انت عندك عادة سلبية؟ هتقولي بمنتهى البساطة هبطلها. طيب، بتؤكد التجارب الإنسانية اللي هي تجارب الناس وعلماء علم النفس بيأكدوا إن الإنسان قادر على إنه يغير أي عادة سلبية لو أراد فعلا. يعني لو هو عايز فعلا إن هو يغيرها هيقدر يغيرها. ممكن ده يحتاج وقت طويل وهمة لا تفتر وتفاؤل وأمل. عشان تغير أي عادة سلبية قديمة أنت محتاج تحط عادة جديدة إيجابية. طيب، والعادة الجديدة دي ممكن تكون هتحتاج وقت ومجهود، وممكن يكون الأمر صعب وشاق في الأول. بس الخبر السعيد ان انت اول ما تحط عادة ايجابية جديدة وتفضل ماشي عليها، انت مع الوقت هتبتدي تمارسها وقت اطول، فهتبتدي تتعود عليها فهتبقى ثابتة وراسخة. طيب، هيجي حد يسألني كده بشك ويقول لي طيب، هو انا ممكن الكلام ده اطبقه على العادات بتاعتي الشخصية زي الخجل، زي انعدام الثقة، يعني ما عنديش ثقة، زي العصبية؟ هقول لك اه طبعا، ده وارد جدا. وهديك مثل بيا. انا مش ناسي لما كنت عصبي جدا، وكنت لازم كل حواراتي يبقى فيها معارك، مشاكل وخناقات، وفي نفس الوقت لازم انهي وما احسش بقدرتي على ان انا فزت، ولا قدرتي ولا ثقتي في نفسي الا لما احسس او احسس كل اللي حواليا ان الشخص اللي معارضني ضعيف، وان انا اللي صح وهو اللي غلط. طيب، وعشان اقدر اتخلص من الميل ده للنقد والعصبية مريت او عملت 3 حاجات. ال3 حاجات دول هم ال3 حاجات اللي انت لازم هتعملهم عشان تتخلص من اي عادة سلبية عندك وتكتسب العادة الايجابية الجديدة. طيب، اول حاجة هتعملها ان انت لازم تبص ان اليوم بتاعك كله روتين. يعني انت بتصحى من النوم، بتفطر، بتشرب قهوة، بتنزل الشغل، بتروح توصل الشغل، تشتغل، تخلص، ترجع، وهكذا. اليوم كله كده. فانت عندك في اليوم ده عادات سلبية وعادات ايجابية. العادات الايجابية كده كده ايجابية. العادات السلبية في منها اللي انت عارفه كويس قوي واللي ظاهر قدامك، وفي حاجات مش ظاهرة قدامنا. في حاجات من كتر ما اليوم بيتكرر والروتين بيتكرر كل يوم. يعني مثلا ممكن تكون انت مسوف بتسوف. يعني إيه؟ يعني انت بتميل ان انت تخلص حاجاتك المهمة في اللحظات الأخيرة. طيب، ممكن تكون مندفع، اي حد بيقول لك اي حاجة فتقوم ردد عليه على طول برد قوي جدا من غير ما تكون مركز او تتريث كده تفكر في الكلام اللي انت هتقوله، فممكن الكلام بتاعك يجرحه. طيب، او ان انت تكون بتتأخر على مواعيدك، مواعيدك مش مظبوطة، بتنام كتير، بتظبط المنبه يرن تقوم طافيه ومكمل نوم، او ان انت بتاكل اكلة دسمة جدا قبل النوم. طيب، انا عايزك دلوقتي تبتدي تمسك ورقة وقلم وتحط العادات السلبية دي، تكتبها لي وتحطها لي بالترتيب من حيث الخطورة ليك. يعني اخطر حاجة انت عايز تبطلها دلوقتي ايه، اللي بعدها ايه، اللي بعدها كل ده. طيب، نيجي بعد كده ان انت لازم تسأل الناس اللي حواليك، اهلك، صحابك، عن الحاجات اللي بتضايقهم في عاداتك او في سلوكك. طيب، هتقولي ما هو ممكن كل واحد يقول الحاجة بوجهة نظره، ممكن ما تكونش الحاجة صح. هقول لك تمام، بس انت كده كده مش هتاخد الكلام وتبصم، يعني كده كده هتاخد الكلام وتفكر فيه. طيب، لو لقيت ان الكلام اتكرر من اكتر من حد يبقى العادة دي فعلا فيك. طيب، يبقى ده انت كده عرفت العادة السلبية، وعرفت انت هتحطهم بالترتيب ايه، ومش من وجهة نظرك بس، لا، من وجهة نظرك انت واللي حواليك. طيب، تاني حاجة ان انت تبتدي تحدد لي العادات الإيجابية اللي انت عايزها. يعني انا هغير العادة السلبية اللي انا مضايقاني بعادة إيجابية جديدة. طيب، ايه هي العادة الإيجابية الجديدة دي؟ لازم تحددها لي. طيب، انا لما جيت اغير وخدت قرار ان انا اغير الميل العصبية والنقد اللي كانوا عندي، ابتديت طبعا ان انا احط حاجات جديدة زي ان انا
احاول اسمع اكتر، احاول اخلي الكلام يمر عليا اكتر واركز فيه اكتر. يبقى اول حاجه ان انا بسمع اكتر ما بتكلم، تاني حاجه ان انا اركز في الكلام بدقه، واخد الكلام الصح منه قبل الغلط، وان انا اركز فيه بعمق. تالت حاجه ان انا امسك لساني شويه، يعني ما اتكلمش على طول. طيب عجبتني مقولة بتاعت الأديب الكبير يحيى حقي لما قال اضبط كلماتك تضبط رأيك. يعني اضبط كلماتك، يعني اضبط الكلام اللي انت هتقوله تضبط رأيك. طيب فقررت ان انا اغير القاموس بتاعي. بدل ما اقول ايه اسمع مني، اللي انا بقوله هو الصح، ما تفتيش، لا انت مش فاهم، ان انا اقول لا انا رأيي مختلف عن رأيك. طب ما تيجي نجرب الرأي الفلاني. طيب انا بختلف معاك في الرأي، طب انت شايف ان ده صح، طب فكر فيه بالراحة، طب فكر فيه شوية. طيب انا عايز اقول لك ان طبعا الموضوع ما كانش سهل خالص، باكد عليك ان الموضوع مش هيبقى سهل، والموضوع هياخد وقت، والموضوع هيبقى فيه لحظات انت هترجع فيها للاندفاع مثلا او العصبية زي ما انا حصل معايا. بس لو وصلت ان انت قادر تتحكم في العصبية او في العادة السلبية القديمة بنسبة 80 اكتر من 80%، يبقى انت نجحت. نجحت في ان انت تغير عاداتك لحاجة كويسة جديدة. طيب التالت حاجة انت المفروض تعملها، يبقى احنا اول حاجة حددنا العادة القديمة اللي احنا عايزين نغيرها، تاني حاجة حددنا العادة الجديدة اللي احنا عايزين نحطها، تالت حاجة انا عايز اوصلها لك ان النقطتين اللي فاتوا دول، اللي هو اول حاجة وتاني حاجة، ممكن تكون فكرة، ممكن تكون أمنية، بس احنا بقى عايزين نبتدي تالت حاجة اللي هي نحطهم في موضع التنفيذ، ان احنا نبتدي ننفذ فعلا ده. دي تالت حاجة. طيب ولما ابتديت انفذ كان عندي مشكلتين، وممكن يقابلوا ناس كتير جدا، ان انا ما عنديش ايمان في نفسي او ثقة في نفسي ان انا اقدر اتغلب على العادة دي، او ان انا اقدر اشيل العادة اللي انا متعود عليها دي. وتاني حاجة ان اللي حواليا شاكين ان انا اقدر اعمل الكلام ده. طيب بس في حاجتين جوهريين يعني او مهمين جدا في الموضوع ده. اول حاجة ان انت لازم يبقى عندك صدق الرغبة، يعني انا عايز بجد، انا عايز اغير العادة دي بجد. تاني حاجة ان انا لا انا هغيرها. يبقى صدق الرغبة وقوة العزيمة هم اساس الموضوع ده، ان انت تغير عادة قديمة لعادة جديدة. طيب ان انا عايز وان انا يعني انا عايز فعلا ان انا اغير العادة دي، وانا هغير العادة دي فعلا. طيب اي شخص هيقول لك او يحسسك ان المشاكل الحياة دي بسيطة، اعرف ان هو بينصحك غلط. واي حد هينصحك ويقول لك ان مشكلة الحياة او مشاكل الحياة دي حاجة صعبة جدا وغول هياكل منك ومن روحك، يبقى هو كده عايز يكسرك، يبقى هو كده ما بيقولش الحقيقة. لازم تفكر في المشاكل اللي عندك والعادات السلبية بهدوء وبتفكير عميق عشان تقدر تحدد انت عايز ايه. ولما تعمل كده هتقدر توصل لنقطة مهمة جدا. بس انا سيبني او خليني افكرك كده بحاجة مهمة جدا. هي آية قرآنية ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طبعا هي حاجة مهمة جدا. وهتقول لي يعني ما احنا عارفين الكلام ده، وطبعا كلنا عارفين الآية ماشي، بس انت باصص للآية دي ممكن تكون من منظور غلط. انت باصص للآية دي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان انت لازم تتغير، انا مش هساعدك ان انت تتغير الا لما تتغير. لكن بص للموضوع بناحية تانية، ان ربنا بالآية دي بيقول لك انت قادر تتغير، انت هتقدر تعمل كده. واول ما هتبتدي وتاخد القرار وتبتدي تعمل اللي عليك فعلا، انا هكون جنبك وهساعدك. بس بيقول لك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني انت لما تاخد القرار ان انت عايز تتغير ولازم تتغير وهتتغير، هو هيكون جنبك وهيكون دافع ليك. على سبيل